السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. ستار بوكس بوهران، هاد السوجي اللي داير حاله وضجه كبيره حاليا في الجزائر والوطن العربي وحتى بعض دول العالم. هاد الايام بعد ما تم الاعلان عن افتتاح فرع جديد بمدينه وهران بالجزائر، الناس باقي حيرين وانا وحده منهم. كلشي بزاف ديال الناس كيقولوا واش بصح ستاربكس افتتحت فرع جديد بوهران ولا غير كذبه. يعني كاينين جوج ديال الفرضيات، يا اما فعلا ستاربكس حقيقيه وان صاحب المحل شرا حقوق الملكيه الصناعيه والتجاريه وافتتح هذا المحل الجديد بوهران، ولا نمشيو الفرضيه الثانيه اللي هي اما فتح محل وعجبو الاسم فقط وسماه كافي ديالو باسم ستاربكس. فبعد ما عرفوا ساكنة وهران افتتاح فرع جديد لستاربكس وكل شيء مشى يشوفوا ويكتشف المحل الجديد، وحتى الناس اللي مبعادين ماشي غير ديال وهران، الناس من جميع يعني مدن الجزائر اللي حاضرين في وهران مشاو باش يتاكدوا بلي واش نيت اصليه ولا غير نسخه منها. الجزائريون حائرون يفكرون ويتساءلون كيف افتتح فرع لمقاهي ستاربكس في وهران بالجزائر؟ هل هو أحد فروع ستاربكس الحقيقية فعلا؟ أم أنه منتحل للصفة وللعلامة المعروفة؟ ومن ضمن هاد الناس كما سبق قلت لكم كاين واحد اليوتيوبر مصري يعني جاتو الفرصة استغل الزيارة ديالو للجزائر وبغى يتأكد من الخبر كما توا سمعوا بحالنا كاملين، وبغى يجرب القهوة ديال ستاربكس. فبمجرد الدخول ديالو للمقهى حب يسأل الجيرون أو لا صاحب المحل، وقال ليه باللي يعني هذه فرصه وانا كنصور جيت لهنايا. فالناس بزاف تيقولوا اشاعات، كاين اللي تيقول باللي ماشي حقيقيه، كاين اللي تيقول باللي انت سارق الاسم. يعني بغينا نتاكدوا واش حقيقه ستاربكس ولا غير اسم مزيف. هذه فرصه باش تخبر المشاهدين والناس في هذا الفيديو انا كنصور لا فيديو وقول لهم واش بصح نيت ولا لا. ففاجئوا بردة فعل غريبه جدا وقال ليه بالمصريه كما قال هو، قال لي اطلع برا لو مش عاجبك، يعني خرج في حالك الا ما عجبكش الحال كما تنقولوا حنا، يعني طردو. قال لك انا طرد. فهنا زاد الشك ديالو الفرضيه ديال انه ستاربكس مزيفه، وقال المصري ان هذا لا يمثل الشعب الجزائري. وهو صحيح يعني ما كيمثلوش، وهذا ماشي جواب كيقولوه الناس للضيوف ديالهم. غنحط لكم لا فيديو تشوفوه. انا اكتشف مش عايزين نظلم حد. مساء الخير، ايه الاخبار؟ un cappuccino caramel et un iced cold brew, café. انا عايز اسالك سؤال عشان انا تايه، انا اجنبي انا اهو، انا جاي عشان اجرب ستاربكس. هما الناس كتير بتقول ان هو في كلام بيقول ان هو بجد، انت اكيد عارف، وناس تقول لا، فجايين نكتشف. هو بقى ايه؟ تدوق وتكتشف. لا جايين اسالك. نعم. هل هو franchise 100%؟ Where is the QR code? J'ai pas justifié au client. Vous n'avez pas justifié au client que c'est le vrai Starbucks. Parce que les clients, on écoute les ragots des clients dehors. بقال مش لازم يبرر انه هو ستاربكس. بيسابون يعني. انا بعمل فيديو عن الفكره كلها. بالعكس احنا عايزين مصلحتكم، احنا مش عايزين نخلي الموضوع، احنا عايزين نخلي الناس تطمن ان ده بجد. طب انت ممكن ننتهز الفرصه دي ونبينها في فيديو مثلا ونثبت. انا ما ببينش للناس. اوكي انا هبين للناس. عندي كنترول ايه اللي حصل يا جماعه؟ احنا اتطردنا من اللي هو المفروض ستاربكس اللي في الجزائر. كل ده عشان احنا سالناهم. انا قلت له دلوقتي انا سمعت ان في ناس بتقول ان انتوا مش حقيقيين وناس بتقول ان انتوا حقيقيين، فانا جاي اديك فرصه تبين للناس ان انت حقيقي فعلا وتثبت ان انت حقيقي. قال لي لو انت مش عاجبك اطلع بره. انا ما لازمش نقول لكم اذا صح تجيوش. وعلى خلفية ما تردد عن انتحال علامة ستاربكس من قبل مقهى بمدينة وهران كما سبق قلنا في غرب الجزائر، الضجة التي صاحبته على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وحتى قنوات عالمية. فالمقهى المزيف للعلامة التجارية تم الغلق ديالو وتنزع عليه الشعار ديالو وغرامة مالية تقدر ب2 مليون أورو. مالهم ستاربكس؟ قلعوه؟ قلع عليا.
فبعيدا عن العاطفة نهضروا قانونيين. بعيدا عن العاطفة هناك قانون كيمنع استخدام اسم شركة أو علامة تجارية كبيرة أو صغيرة، يعني اسم حقوق الملكية المشتركة التجارية. نكونوا شوية واقعيين ونهضروا قانونيين. بعيدا عن العاطفة نكونوا شوية قانونيين. هناك واحد القانون، كاين قانون كيمنع استخدام اسم شركة أو علامة تجارية كتكون كبيرة أو صغيرة كما كانت، يعني كاين قانون السمية ديالو الملكية الصناعية والتجارية، وهذا كيعاقب عليه القانون وكيمشي كيعطيك حتى غرامات مالية كبيرة. انا من الراي ديالي، وكما كنظن ان الجميع يوافقني الراي او الاغلبيه يوافقون الراي بدون عاطفه كما سبق وقلنا، لان الاغلبيه كيقولوا بانهم قطعوا له الرزق ديالو. بالعكس هو اصلا حرام لانه سارق يعني اسم تاع شركه اخرى وكيخدم به على اساس انه اصلي. يعني بهذاك المبلغ كان قادر انه يفتتح مقهى اخر ويسمي بالاسم ديالو او اسم الاولاد ديالو او الام ديالو كما بيكون، لان مادام انت عندك القدره الماليه باش تصنع او تصاوب او تفتتح واحد المحل كبير بهذاك يعني بهذاك القيمه ديال ستاربكس، فبامكانك تحل واحد اخر وتديروا الاسم ديالك كما قلنا او احد من العائله ديالك او الابناء ديالك، وكان غادي ينجح ليه اكثر واكثر، يعني ما غاديش تقطع ليه الرزق ديالو. وكذلك كان بامكانه يفتتح ليه فروع اخرى. يعني بغيت نقول لكم بلي ذكرني هذا بهذا الغلق ديالو بالاسم اللي ماشي ديالو انتحال الاسم بواحد البيزيريا كان في الجزائر، كنت حطيت ردة الفعل عليها ديال السي ميلان. شكون فيكم باقي كيتذكرها؟ واخيرا وليس اخيرا وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو، ونشوفكم ان شاء الله فيديو اخر، والى اللقاء. السلام عليكم، باي باي.